الله فلا يعيش الحياة الضنك، وبالمقابل يعيش الحياة الطيبة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا إلى آخر الآيات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أمة التكبير، إن للتكبير، تكبير الله في الأنفس، تجليات كبرى. أولها ما يتعلق بالإيمان، ويظهر فيه التكبير بالإيمان بالله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله، والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وله الأمر كله، وهو عالم الغيب والشهادة. ولذلك أمرنا باجتناب كل ما ينقض أو يخرم التكبير أو يخرم الإيمان وينقض الإيمان ويؤدي إلى الإشراك بالله. ومن قبيل ذلك وأمثلته الذهاب عند العرافين أو الكهنة أو السحرة أو المشعوذين أو كل من يدعي الخرافات. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ثانيهما ما يتعلق بالأقوال التي تصدر عن الإنسان المؤمن، فالمؤمن عليه أن يمجد ربه بما له من الصفات والأسماء الحسنى، ويحذر من أي قول قد يؤدي به إلى سخط الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة برضوان الله لا يبقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة بسخط الله تعالى لا يبقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ومن أخطر الأقوال التي تناقض تكبير الله في الأنفس قول